باسم قبيلة جهم وبني جبر وخوران ورجال المقاومة نرحب بالأخ العميد الركن صادق بن يحيى دويد، صادق بن عبد الله دويد، ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى عاصمة المقاومة والتاريخ مارب. نحييكم ونتشرف بحضوركم وتواجدكم بين أخوانكم وزملائكم ورفاقكم، رفاق النضال والسلاح، المقاومين والمتصدين للمشروع الحوثي الإيراني الدخيل على مجتمعنا اليمني والعربي. إنه لشرف كبير أن نجتمع في هذا اليوم الكريم، اليوم الطيب، بحضور هذه الوجوه رغم المعوقات والتضحيات، ومن فقدنا من خيار الرفاق القادة الذين أرووا بدمائهم وتضحياتهم في سبيل الله والعقيدة والوطن. الكلام ما بالصدور كثير، ونكرر شكرنا لرئاسة هيئة الأركان العامة ومحافظة نارب وقيادة المقاومة وقيادة السلطة المحلية على مواقفهم المشرفة واستقبالاتهم ورعايتهم للوفود وضيوف مارب، ومارب التي أصبحت تمثل الجمهورية اليمنية بكل رجالها، بكل مناطقها، بكل مكوناتها. وإننا منذ أن واجهنا هذا المشروع الدخيل لم نتكلم يوما باسم قبيلة أو باسم منطقة، إننا نتكلم باسم كل الشرفاء والأحرار الذين تواجدوا في هذه الأرض، ونثق ونعتقد أن من وجدوا في هذه البلاد كلهم من أخيار وأحرار البلاد. يشهد الله أني أعجز عن التعبير وأمام هذه الوجوه الطيبة والقوية والقيادات والشخصيات الاجتماعية قادتنا ورفاقنا وأخواننا. ونترك المجال للأخ العميد الركن صادق بن عبد الله دويد لإلقاء كلمته، وثم نترك المجال للأخوة القادة كل يعبر بما في خاطره.